عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بفيديو جديد ان شاء الله. هنعمل رز بلبن. انتوا عارفين رز بلبن سهل وبسيط. معانا رز ومعانا لبن ومعانا مكون هحطه لما اجي احطه هقول لكم عليه. وهنحط فانيليا وسكر. دلوقتي انا غاسله كوبايتين رز اهم وعامله 2 كيلو لبن. عايزه تعملي اكتر انت يعني كل دي الحاجات دي بقى حريه شخصيه، انا مش بقول مقادير. فهحط الرز على النار. لما الرز يبدا يستوي ان شاء الله هوريه لكم يا حبايبي. دلوقتي هحط رز على النار اهو عبال ما يستوي. هوطي على النار يستوي لحد ما يتهري كده خالص، الرز يبقى كريمي. وهقول لكم المكون اللي احنا هنحطه عليه ده سايباه يغلي مع نفسه، ياخد ويدي بشكل ودي. تعالوا نشوفوا هنحطه عليه كريم شانتيه والفانيليا وايه وعلبه ايس كريم. ايس كريم دي بقى بتودي الرز في حته تانية خالص. يا ريت تدوقوه. اتفضلوا معايا دوقوه. يلا احنا مكملين. بحط السكر، حليت السكر اللي انا عايزاه، وهبدا احط اللبن بتاعي. يبقى هحط الكريم جانشيه اهو زي ما انتم شايفين، هحط باكو. طبعا بيخلي الرز بلبن تحفه، يا ريت تجربوه. ايس كريم فانيليا. كل ما بتكلفي الحاجه وتكبري الحاجه دي ولادك اللي بياكلوها، انت اللي بتاكليها. فوضبي طبق الرز بلبن زي علبه الزبادي ب20 جنيه بره اهو حبايبي. ده الايس كريم. واخر حاجه هحطها معاكم هنحط ايه؟ باكوين فانيليا. وهشتغل عليه انا بايديا. افضل بايديا كده اقلبه، وبعدين لما يخلص هرصه في الاطباق واقول لكم هنعمل فيه ايه. هفضل شغاله كده انا واحده واحده. مفيش ولا لازق ولا اي حاجه الحمد لله. هبدا اغرفه في الاطباق اهو. رز كريمي اهو، بص جميل ازاي. هغرفه وهرجع لكم تاني. عايزه اوريكم ان انا غرفت عملت بريمه. بصوا حبايبي، ده هياخد وش واتفرجوا على جماله. رز باللبن في البريم. هكمل الكميه وهقول لكم المنظر النهائي يا حبايبي. وكده ده المنظر النهائي يا حبايبي للرز بلبن. غرفنا في الاطباق وعملنا في البرام في الفرن. بعد ما بتغرفي البرام بتحطي معلقه قشطه كده وياخد وش. بالهنا والشفا حبايبي، اللي شايف بالهنا والشفا اللي هياكل. حبايبي ما تنسونيش بكومنت حلو، واللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.